بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة متابعي برنامج رسائل في معركة الكرامة وعلى قناة إشراقات ميديا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم هذه الرسالة، وهذه الرسالة بعنوان المعركة أو الفاشر، المعركة 256، الهجوم الأكبر، هجوم أكبر وخسارة أكثر في هذه المعركة للميليشيا. الميليشيا هجمت بمحورين، المحور الشمالي والمحور الجنوبي، وهجمت بدبابتين وعدد من المراكب. تم تدمير واحدة من الدبابات المهاجمة، وتم كذلك تدمير عدد من مركبات الدفع الرباعي. وخسارة الميليشيا في هذه المعركة أكثر من 100 قتيل، أكثر من 100 قتيل سقطوا من الميليشيا في هذه المعركة، وهرب البقية مجرجرين أزيال الهزائم. بعد ذاك قالوا دايرين يجوا يعيدوا تنظيمهم ويجوا يهجموا للمرة الثانية، وبالفعل هجموا للمرة الثانية على أساس أنهم يخلوا جرحاهم ويشيلوا قتلاهم. ولكن كانت القوات المسلحة في الموعد، وكانت القوات المشتركة جاهزة، وكبدوهم خسارة كبيرة، خسارة كبيرة جدا كبدوهم لها للمرة الثانية، وأضيفت تماما على خسائرهم السابقة. الميليشيا بنطمئن كل مرة وبنطمن الناس كل مرة بأنه بنحس أي هجوم هجمته هذه الميليشيا على فاشر السلطان بأكد لنا قوة وثبات واستعداد وجاهزية الفرقة السادسة مشاه والقوات المساندة لهذه الفرقة، وبطمنا تماما ثباتهم وقتالهم بشراسة كبيرة جدا. كل مرة بطمنا على انه بإذن الله تعالى الفاشر ستظل عصية، الفاشر ستظل قوية، الفاشر ستقاتل حتى تصل القوات المسلحة وتفك حصار هذه المدينة التاريخية، مدينة السلاطين، مدينة الشجعان، مدينة الميارم. ونحن بننصح هذه الميليشيا في كل مرة عن أعمال كبيرة وكثيرة وخطيرة قاعدين يقوموا بها وبيتمادوا فيها، وكل مرة بنقول لهم يا جماعة اللي عنده حبة رضا وعنده حبة سعادة وعنده فرصة ممنوحة بالنسبة له ويمكن يحسن فيها أعماله ليه قدام، هو الذي يسلم ويستسلم للقوات المسلحة وينسحب من ميدان المعركة. الآن بدت المسألة دي، لكن بدت مش نتيجة للنصيحة اللي بيقدموها لهم الناس، وإنما نتيجة للضغط القوات المسلحة عليهم في كل المحاور. الآن بدوا يلوموا بعض، الآن بدوا ينسحبوا، الآن بدوا يختلفوا مع بعض، الآن بدوا تتعالى احتجاجاتهم، نحن ما بتدونا ونحن ما بتعالجونا ونحن ما بتعملوا لنا ونحن قروشنا كيف لنا، وأصلا قروش الجبيل التلاميهم من باطل. فبالتالي لا بد من انهن ينتهن، ولا بد من انهن يكون سبب في هلاكك وسبب في تدمير بيتك، لانه المال في النهاية قبيل انت اكتسبته من حق الناس، تشلته المال حق ناس واتشلته، فبالتالي بيبقى وبال عليك، وبيكون خصيمك هذا المال في الدنيا وفي الآخرة. المقاتلات الحربية التابعة للقوات المسلحة دمرت محركين، محرك من نيالا متجه نحو كردفان ليساند قواتهم الموجودة هناك، وكانت المسيرات وكانت المقاتلات الحربية في الموعد، كانت على أهبة الاستعداد وكان المتابعة والرصد، وبعد ذلك تم تنفيذ الضربات الغاضية لهذا المتحرك. متحرك آخر برضو تحرك من الضعين ماشي اتجاه النهود، كذلك هو الآخر يتعرض لضربات من مسيرات القوات المسلحة.
وهلك ما هلك وهرب ما هرب. النهوض مصادرنا بتقول برضو السافنا موجود هناك، ومارس ضغوط ومارس اتهامات ومارس استفزاز على الميليشيا من أبناء المنطقة الموجودين هناك، وهم طبعا يستحقوا المسألة دي تماما. أهانوهم وأذلوهم واتهموهم بالخيانة، وفعلا هم خونة. لو ما خونة لا يمكن أن يخونوا بلدهم ويخونوا أهلهم ويخونوا عشيرتهم ويخونوا قبيلتهم ويمشوا ينضموا لهذه الميليشيا لتصفهم بالخيانة مرة أخرى، إنها هي صفات وإنه هو ديدنهم. فاتهموهم، والآن برضو يبحثوا في طريقة للتخلص من الميليشيا والانضمام للقوات المسلحة. بنقول لهم مرحب، وتجوا وتغتسلوا من سيئاتكم اللي ارتكبتوها وتعتذروا للشعب السوداني وتنخرطوا في صف الوطن. شكرا جزيلا لكل الذين يتابعون برنامج رسائل في معركة الكرامة وعلى قناة إشراقات ميديا. كان حيين بنتلاقى في رسالة جديدة، ودعتكم الله، مع السلامة.